السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هعرفك ازاي تحمل نسخه ويندوز فيها كل الاصدارات مجمعه بدايه من ويندوز 7 لحد ويندوز 11، تبقى معاك فلاشه عليها كل النسخ. مبدئيا حضرتك بتيجي على اي متصفح عندك وليكن جوجل كروم، وبتضيف اللينك اللي قدامك ده. انا هسيب لك اللينك ده في الديسكريبشن في الوصف تحت الفيديو ده. طبعا لو ظهر معاك بالشكل ده بتبدأ انك تضيف اللينك فوق وتعمل انتر بالشكل ده، بيبدأ ان يظهر معاك الصفحة دي صفحة تحميل الويندوز. هو طبعا الويندوز مساحته كبيرة، فانت بتعمل جيت لينكس كده بعد ما يخلص الوقت ده، يبدأ ان اسطوانة الويندوز تتحمل معاك فوق كده بمساحة 13 و4 جيجا بايت. تمام، ده 53 نسخة في نسخة بداية من ويندوز 7 لحد ويندوز 11. طبعا أنا هخلي النسخة دي تتحمل وتخلص معانا. بعد كده هتنزل معانا، هعرفك ازاي تحرقها برضو عن طريق الفلاشة. طبعا أنا هسيبها مع نفسها هي شغالة. طبعا نسخة الويندوز اللي حضرتك كنت شايفها دي طبعا اتحملت معايا في 13 ساعة بالظبط. تمام، اه والله العظيم زي ما بقول، مع ان النت عندي كويس بس هو السيرفر ده رزل يعني. تمام، المهم بنيجي نعمل كليك يمين، هي بتنزل بالشكل ده ملف اركايف يعني ملف مضغوط. تيجي تعمل كليك يمين وتختار ونرار من هنا، بعد كده تختار اللي هو اكستراكت تو اللي هو استخراج بنفس الاسم، تعمل عليها كده تضغط عليها وتسيبها حوالي 7 دقايق بالظبط. هيبدأ إن يديلك الفايل بالشكل اللي حضرتك شايفه ده اللي هو اللي فوق ده. لو جيت تفتح كمان مرة كده هتلقى الاسطوانة نازلة معاك بشكل كامل، مديك الأداة اللي هتحرق بيها ومديك كل النسخ اهي في صيغة الايزو. نبدأ احنا نجيب الفلاشة اللي هنحرق عليها، بس يفضل إنها تكون فلاشة كبيرة في الحجم. طبعا الفلاشة اللي موجودة معايا هي فلاشة 64 بت أو 64 آسف، فلاشة 64 جيجا. بدأت إن أنا أحط الفلاشة بتاعتي. طبعا هبدأ إن أنا أفتح الرفس اللي هو الأداة اللي أنا هعمل بيها. بيديك رسالة بيقول لك إن أنت عايز تفتح الأداة، هتقول له افتحها لي يس. بعد كده بيديلك الشكل ده. طبعا جاب لي الفلاشة 64 جيجا بايت أهي. تمام، بعد كده هنختار سيلكت من هنا ونبدأ إن إحنا نيجي على داونلودز، نيجي على الفايل اللي إحنا فكنا الضغط من عليه اللي هو الأولاني ده. نيجي نختار أول حاجة اللي هي الملف الأيزو. طبعا صيغة الهارد أو امتداد الهارد ده بتعرفه منين؟ بتيجي على الديسك توب كده مثلا وتيجي تعمل كليك يمين على زيز بي سي. لو انت ويندوز 10 او ويندوز 7 كليك يمين على طول بيظهر معاك اللي هو ده على طول، يعني ما بيظهرش اللي قبل ده. انما لو ويندوز 11 زي كليك يمين وبتختار شو مور اوبشنز، بعد كده بتختار مانج من هنا وبتبتدي انها تحمل معاك. بتيجي على حاجه اسمها ديسك مانجمنت هنا، تضغط على دبل كليك بالشكل ده. طبعا تيجي على ديسك زيرو دي وتعمل كليك يمين وتختار بروبرز. طبعا بتيجي على حاجة اسمها فوليومز، طبعا بيديلك هنا امتداد الماستر بوت يعني اللي هو ام بي ار. تمام، تقفل ده كله بترجع للأداة تاني. طبعا هنغيرها ل ام بي ار. تمام، ونيجي نعمل ستارت من هنا. طبعا بقول لك انه هيمسح كل اللي موجود على الفلاشة، فانت تقول له امسح لي مفيش اي مشاكل واكد من هنا اوكي. بتسيبها بقى تشتغل مع نفسها. هي هتغيب وهتغيب يعني ممكن تعدي الساعة ولا الساعة وربع، لأن ديت نسخة ويندوز مجمعة لنسخ الويندوز بداية من 7 لحد ويندوز 11. فأنت براحتها يعني ما تقلقش. أنا بمجرد ما هي تخلص هبدأ إن أنا أكمل معاك الفيديو عادي يعني. طبعا أنا سبت الفلاشة مع نفسها من بالليل للصبح. أولا صحيت من النوم لقيت الكهرباء فصلت، ما علينا. المهم بس هو الحمد لله يعني النسخة كملت معانا من غير أي مشاكل. طبعا النافذة اللي قدامك دي كل اللي هيجي بدالها هيجي حاجة اسمها كروز موجودة من هنا، وهيجي حاجة كلمة ستارت دي هتلاقيها واضحة. تمام،
فما تقلقش، هو كده انت الفلاشة بتاعتك تمام. حتى لو انا جيت دخلت على زي بي سي هلاقي نفس الاسم اللي هو كان بتاع نسخة الويندوز فوق اهو، هو نفس الاسم اصلا اللي كان ظاهر مع اللي هو ويندوز اول ده، هو نفس الاسم بالظبط، مفيش اي اختلاف. طبعا لو جيت تفتحها هتلاقيها برضه واخدة نفس الشكل ده، اللي هو البوت والحاجات دي كلها موجودة، معنى ذلك إن النسخة اتحرقت بدون أي مشاكل. ده طبعا فيديو بسيط كده حبيت إن أنا أشاركه معاك، أتمنى يكون عجبك الفيديو. حابب أوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول، وشكرا ليك على المشاهدة.